تسببت لعبة روبلوكس الشهيرة بجريمة قتل في إندونيسيا، حيث أقدمت طفلة عمرها 12 عام على قتل والدتها طعنا ب26 طعنة بسكين المطبخ في ميدان بشمال سومطرة. هذه الجريمة جاءت كما أشارت الطفلة بأنها كانت تنفذ تعليمات اللعبة الشهيرة روبلوكس، وذلك بسلسلة من الرسومات المتحركة المحقق كونان. ومن المعروف أن هذه اللعبة تم حجبها في العديد من الدول، ومصر قامت بحجب هذه اللعبة منذ الخميس، منذ 4 من فبراير الحالي، وذلك بعد ما تم الحديث عن أضرار هذه اللعبة وانقياد الأطفال وحماية للأطفال من هذه الألعاب الخطرة أو التي تقود إلى الجريمة بالنهاية. كما شاهدنا هذه الطفلة قامت بطعن والدتها في الرقبة، وذلك أثناء نومها، إلا أن الضحية استيقظت وحاولت مقاومة ابنتها ومناشدتها للتوقف، بل وطلبت منها كوبا من الماء واستدعاء الإسعاف، ولكن طبعا الطفلة تنقاد لهذه اللعبة. والجدير بالذكر أن الشركة المنظمة أو الخاصة بهذه اللعبة حاولت أو تحاول حتى الآن التفاوض والكلام مع المسؤولين المصريين لإعادة أو لفك حظر هذه اللعبة في مصر. هل سيستجيب المسؤولون عن فك هذا الحظر ترك الأمور كما هي، وكل طفل ممكن أن يقوم بمثل هذه الجريمة، أم ستكون ماذا؟ إلى أي مدى يمكن أن يفيد هذا التفاوض في خطر على أطفالنا؟